هو مفيش غير الواتس علشان الاتفاق على الشغل. مفيش غير الواتس، لان حصل مشاكل كتير جدا بسبب التليفون. ازاي؟ ان احنا بنبقى متفقين على حاجة في التليفون وبنرجع للواتس عشان انا بحجز بالواتس ما بتكونش مكتوبة. طيب ما انت ممكن تكتبي في ورقة: يا جماعة انا بحجز بالمحادثة، المحادثة بتاعتك من اولها لاخرها، لان انا بشتغل على حسب الصورة بتاعت الركنة، فطلباتك كلها بتبقى موجودة تحت، فبرجع ليها مرة واتنين وتلاتة. يعني واحدة استلمت مني اوردر، وبعد ما استلمته واحنا متفقين على ان هو يبقى ب10 قروش شلت ثابتة، وقلت لها ب20 شلت متحركة، فوصل لها بالسعر اللي هو الشيلات الثابته. فلقيتها بتكلمني بتقول لي احنا متفقين ومش متفقين انك انت تعملي لها شيلات متحركه. قلت لها طب ارجعي لي للواتس وانا من عيني الاتنين، ليكي حاجه اكيد هتاخديها. رجعنا تاني للمحادثه، لقيت ان احنا متفقين على 10 قروش شيلات ثابته. قالت لي لا، ده انت قلتي هتعمليها لي شيلات متحركه وبال10 قروش. قلت لها ازاي؟ يعني حاجه كده بالعقل. انا لو نزلت لك هنزل لك جزء، جزئين، 3، ده نفترض لو انا نزلت لك في الاسعار بقى انا هعملها لك السعر اللي انا مديهولك شيلة ثابته، اعملها لك متحركه. قالت لي ايوه انت كلمتيني كده. قلت لها طب هاتي لي المحادثه. قالت لي ده احنا اتكلمنا فون. وحصل ما بيننا مشاده. انا عارفه اسعاري، عشان كده انا كنت متاكده من كلامي، فعشان كده حصل كذا مشكله بسبب التليفون. كلميني واتس، واتس انا بحجز بالمحادثه. لو قلتي عايزه اللون البني وفي التليفون قلت لي البيج، انا هعمل باللي مكتوب في المحادثه. يا جماعه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، انا بخرج كذا اوردر في الاسبوع، فانا بحجز بالمحادثه بتاعتك. فانت لما ترن عليا وتكلميني انا مش هبقى حافظه انت قلتي لي ايه. انا لما واحده بتيجي تدق بابي هنا في الشقه وبتكون من المكان اللي انا فيه، بقول لها كلميني واتس. تقول لي ما انت معايا اهو، تعالي خدي المقاسات وتعالي شوفي حسابك وتعالي وتعالي. اقول لها كلميني واتس، انا مش محتاجه منك مقاسات، انا محتاجه انك انت تبعتي لي صورتها وهقول لك تتكلف قد كذا، والقماش هبعت لك الوان وتختاريها واخلصها لك واشطبها لك وتيجي تاخديها. انا اتفاقي واتس. معلش اتحملوني لو انا متعبه بالنسبه للناس، فانا والله العظيم غصب عني الواتس مريحني. فانا اتفاقي واتس. بتبعتي لي صورة الحاجة اللي انت عايزة تعملي لها كفر، وانا برد عليكي بالصور، بتختاري اللون اللي يناسبك وبنتفق. بتبعتي لي العربون على فودافون كاش. لازم عربون يا أميرة؟ لازم عربون. معلش انا مش هقص لك قماش من الطوب مخصوص وبعدين تقولي لي اصل انا اتخانقت مع جوزي، اصل جوزي حلف عليا، اصل حصل عندي ظروف، اصل حماتي مش راضيه، اصل انا خايفه ادخل الشغل، معلش اصل انا مش موجوده عشان مش هعرف استلم. حصل معايا كل ده، واللي بيتابعوني هم اللي قالوا لي، اخواتي وحبايبي هم اللي قالوا لي لازم تاخدي عربون، ده في ناس بتاخد المبلغ كله. قلت لهم لا خلاص انا هاخد عربون نص المبلغ. فلازم عربون قبل ما بشتغل. باخد العربون والله العظيم لو جارتي، والله لو جارتي باخد عربون، لان اللي انا شفته كتير قوي من الناحيه دي. بقيت اعمل الطقم وانا اللي بلبسه ويتركن عندي ويترمي ويتباع في بواقي القماش. يبقى ليه؟ لا ضرر ولا ضرار. انت ليكي حاجة عندي اتأكدي 1000000% انك هتاخديها. اتأكد منين وايه الضامن؟ الضامن ان انا عايزة اسمي يستمر، عايزة شغلي وعايزة اسمي يبقى عندك على طول. تكفي ان كل اللي بتكلمني تقول لي انا تبع فلانة اللي انت عملت لها في العبور، انا تبع فلانة اللي انت عملت لها في الجيزة، انا تبع فلانة اللي عملت لها في المقطم اللي في اسكندرية. بصوا الحمد لله والفضل لله، ده فضل من ربنا والنعمة. انا قلت اسم أميرة هيلف محافظات مصر كلها، ومصر كلها داخلها وخارجها بالخير. فانتي ما تقوليش ليا ايه الضامن. ان شاء الله انتي معايا هغير لك فكرة الاونلاين خالص. انا بكسب اخت مش بكسب فلوس.